السلام عليكم، أنا عمر مغربي وده تالت فيديو في ازاي نعمل استراتيجي من الصفر في كورس ازاي نتعلم ديجيتال ماركتنج من الصفر. الدرس النهارده ايه أهمية الاستراتيجي. تعالى ببساطة نعرف ليه الاستراتيجي عندنا مهم. أي بيزنس اونلاين من غير استراتيجي كأنك ماشي في صحراء من غير خريطة، هتتوه ومش هتعرف توصل للي انت عايزه. طب تعالى نبدأ على طول في الدرس. دلوقتي ايه هي ديجيتال ماركتنج استراتيجي؟ هي ببساطة إن هي خطة واضحة تقول لك هنستخدم قنوات الرقمية السوشيال ميديا ازاي عشان تحقق أهدافك، يعني زي الخريطة كده من الآخر بتوريك هتروح فين وهتتعامل مع مين وهتتابع نجاحك ازاي. مثلا لو عندك محل ملابس، الاستراتيجية بتاعتك هتقول لك إنها تشتغل مثلا على الانستجرام عشان في شباب كتير ونوع الكواليتي على الانستجرام كويس، والعائلات الأكتر في العائلات بيكون على الفيسبوك. بس ده مش حاجة قاعدة تحطها في يعني عامة، يعني دي مثلا أمثلة. تستخدم اعلانات مثلا على جوجل عشان الناس اللي بتدور على كلمه تي شيرت، يبقى دي خريطه بتحطها لنفسك عشان تبدا تعمل المحتوى بتاعك او الاعلانات عامه. طب ليه الاستراتيجي مهمه؟ طب اول حاجه بتخلي عندك وضوح، يعني مثلا ايه، بدل ما الافكار بتبقى في دماغك مشتته بتحطها في خطه، بتفهم الصوره الكبيره وتعرف ايه الاهم. يعني مثلا دلوقتي كل يوم انا قررت ان انا هعمل كونتنت لمده 30 يوم، على عكس ان انا هصحى الصبح اقول يا جماعه النهارده هعمل فيديو. طب الفيديو ده عن ايه؟ هعمله ازاي؟ اخطط له ازاي؟ هصوره امتى؟ الساعه كام؟ لا، دي بتقول لي انا هعمل كل حاجه ازاي. انت مثلا لو عندك صفحه النهارده بتقول انا هنزل النهارده عرض، بكره هنزل فيديو جديد عن المنتج، بكره هنعمل نصايح المنتج بتاعي، فبيخليك واضح. الموضوع بيبقى فيه وضوح، اللي انت تبقى عارف هتعمل ايه كل يوم. فوق الاهداف، يعني كل خطوه بتعملها مرتبطه بالهدف. زي مثلا اللي عايز يخس 5 كيلو لازم يظبط الاكل زي دي يلعب رياضه. طب في البيزنس برضو لو هدفك تزود المبيعات يبقى تركز مثلا ايه، على الاعلانات، على العروض، على حاجات تانية مثلا زي ايه، تعمل تسويق بالمحتوى. انت تعمل مثلا فيديو بيشرح المنتج بتاعك، بتشرح الفوائد المنتج بتاعك من غير ما تقول للناس اشتروا. فهو انا لو شفت المنتج بتاعك وشفت الفوائد اللي انا هاخدها، لو المنتج عجبني فانا هشتريه. فانا ما قلتش لحد اشتري، بس انا شرحت المنتج بتاعي هيحل المشكله عندك ازاي. قرارات اوضح، بتيجي تختار تسأل نفسك القرار ده هيساعدني احقق الهدف بتاعي ولا لا. يعني انا دلوقتي لو قلت ان انا محتاج مثلا ازود المتابعين بتاعي على اليوتيوب مثلا، على تيك توك، انستجرام، فانا دلوقتي محتاج ان انا الهدف بتاعي ان انا انزل 30 فيديو طول الشهر. فده هيوصلني للهدف بتاعي ولا لا؟ هيوصلني، حاجه واضحه. انا دلوقتي هعمل 30 فيديو، هيوصلني. في فيديو هيجيب مشاهده، في فيديو هيجيب مشاهده، في فيديو مش هيجيب، بس في فيديو هيجيب. ده يخليك ما تضيعش وقتك، اللي انت خلاص انت عرفت كل قراراتك هتبقى مبنيه على ايه. إزاي أحقق الكلام ده بقى؟ عندنا 3 طرق أساسية. بُص ال3 أنا هاخلّيها يعني من البعيد للقريب، يعني إحنا ما نركّزش بس في الطرق ديّة دلوقتي. الإعلانات المدفوعة، أسرع طريقة تجيب بيها عملاء جداد. مثلًا تعمل حملة على الفيسبوك بقى، انستجرام، تيك توك. إحنا اتفقنا إن إحنا بنشوف المنصة بتاعة السوشيال ميديا اللي عليها الجمهور بتاعنا، هنبدأ نعمل إعلان بسيط. تاني حاجة الSEO، أنت مثلًا لو عندك ويب سايت أو أي موقع على جوجل لازمًا تعمل فيه كلمات مفتاحية، دي ثوابت، عشان مثلًا أي حد بيكتب الجملة معينة أو كلمة معينة يخش يشوف اللي أنت لأ يا جماعة الشخص دوّة الكلمة بتاعته بتظهر لي في أول الsearch، الشخص ده ثقة. فالموضوع ده ممكن يجيب لك عملاء من الهوا حرفيًا. أهم حاجة اللي إحنا هنبدأ بيها دلوقتي عامةً التسويق بالمحتوى، أو تعمل فيديوهات، مقالات، صور تفيد الناس، تجاوب على أسئلتهم، فبالتالي بيثقوا فيك وبيشتروا منك. أنت لو مثلًا بدأت تعمل اللي أنت مثلًا قررت اللي أنت هتشتري كاميرا جديدة، بس مش هتشتريها دلوقتي، هتشتريها مثلًا بعد شهر شهرين. بدأت تعمل content مثلًا على تيك توك، إزاي الناس تصور، مش لازمًا الكاميرا تكون معاك، بتديهم نصايح. فبدأت الناس تهتم بيك، الناس تهتم بيك، الناس تهتم بيك. فتخيل أنت أصلًا قبل ما تبدأ تصوّر وقبل ما تبدأ تاخد الخبرة الفعلية بتدّيهم نصايح بناءً على الحاجات اللي أنت اتعلمتها أكيد، يعني أنت مش بتفتي، بس حاجات أنت اتعلمتها وعملت search وعرفت ده بيصوّر إزاي وده بيعمل إزاي، وخدت النصايح بدأت تعمل محتوى لنفسك. تفتكر أنت لمّا تشتري الكاميرا مثلًا وتبدأ تعمل بقى مثلًا تنزّل الشغل بتاعك، أنت عرفت إزاي بتصوّر وبدأت تنزل سيشنات وعملت، 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 فأنت بتبني ثقة مع العميل، فأنت لازم تبدأ بيها على طول. بعد كده بعد ما بتعمل الثقة مع العميل ويبقى عندك مثلًا data كبيرة، بتبدأ تعمل بقى إعلانات ممولة، تبدأ تعمل تسويق بالمحتوى، تاخد السيشن بتاعك بتنزّل الفيديو كده كويس، الناس تبدأ هيشتري المنتج بتاعك، خلاص أنت كده عملت brand لنفسك. إزاي بقى نبني الاستراتيجية خطوة بخطوة؟ أول حاجة إحنا دلوقتي هنحدد الأهداف. ده مثال يا جماعة، ده مش شرط إنه يتطبق على كل حاجة. مثلًا عاوز نزود المبيعات 20% في مدة 3 شهور، أكتب رسالة واضحة. أنا البراند بتاعي بابيع ملابس شباب بأسعار مناسبة، أنا رسالتي واضحة. أنا دلوقتي باعلّم الناس إزاي تصوّر، أنا رسالتي واضحة. أنا هاعلّمك إزاي تصوّر، فأنا لمّا أعلّمك إزاي تصوّر أكيد أنا باعرف أصوّر. تالت حاجة حدد ميزانية مختلفة عندك، يعني ميزة مختلفة عندك إزاي؟ أنا دلوقتي هاصوّرك مثلًا، يعني خلّينا في الشحن دلوقتي، أنا عندي شحن مجاني خلال 24 ساعة. تخيل مثلًا مطعم يفتح في مكان، كل الأماكن في مكان زحمة، يعني في الأماكن اللي هو بيخدم عليها مثلًا هتكون زحمة، بس هو عمل التوصيل خلال 15 دقيقة بس. فهو قدر عمل ميزة. أنا دلوقتي جعان، فحد هيقول لي ساعة والأوردر هييجي لك، وحد هيقول لي 15 دقيقة والأوردر هييجي لك. فأنا هاختار اللي هو أكيد الquality هاختاره طبعًا الأول كل ده، بس أنا الاتنين الquality بتاعهم كويس، فأنا هاختار اللي هيجيب لي. أنا خلاص ربع ساعة، أنا جعان عايز الربع ساعة دلوقتي الحاجة تيجي لي، فأنا ميزت نفسي عن المطعم التاني. طب المطعم التاني عامل الشحن مجاني، تمام، أنا ممكن أعمل ربع ساعة والشحن مجاني، هاستفيد، الأوردرات هتبقى أكتر. فممكن أضيف دوّة على خدمة معينة.
ممكن مثلًا أقول يا جماعة إن لو أنت عايز الأكل ييجي لك بسرعة هندفع خدمة أكتر، حتى أنا مثلًا لو جعان ومحتاج إن أنا أدفع مثلًا 10 جنيه زيادة، 20 جنيه زيادة إن مقابل إن الأكل ييجي لي بسرعة مثلًا إن أنا رايح مشوار، مش هيبقى عندي مشكلة، دي هتكون ميزة. هاراقب النتايج بتاعتي وأعدّل، يعني أنا لو شُفت مثلًا إن أنا لمّا عملت إن التوصيل مثلًا إن هو في حد ممكن يشوف النقطة دي، فإزاي أنت ممكن تخلّيه يشوف النقطة دي بطريقة أبسط، يعني أنت ممكن تخلّي الشحن بتاعك مثلًا بدل 10 جنيه 20 جنيه بس بييجي في ربع ساعة، هو كده هيشوف إن الشحن 20 جنيه، ما خدتش أنت 10 جنيه زيادة تمام، عشان وصّلت له الأكل بسرعة. تعالَ بقى نبني بقى استراتيجية خطوة في خطوة في كل المجالات بتاعتنا، عامةً يعني ممكن تستخدمها في أي مجال، بس إحنا في digital marketing هنستخدمها أكتر. أول حاجة نحدد هدف واضح زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، أول حاجة تسأل نفسك أنا عايز أوصل لإيه، مثال تزود المبيعات 20% خلال 3 شهور أو تجيب 100 عميل جديد الشهر ده، يبقى تكتب الهدف على ورقة نوت في الموبايل عشان يبقى ده الهدف قدامك، أنا كده حددت هدف واضح أقدر أعمله في وقت معين. هاعرف الرسالة بتاعتي زي ما اتفقنا، يعني الهدف الأساسي من الbusiness بتاعي إيه، يعني مثلًا عايز أوفّر لبس شبابي شيك ورخيص، أنا عايز أبيع أدوات تساعد الأمهات في البيت، يبقى الرسالة بتاعتي إيه، حاجة من الاتنين، فأنا لو عرفت أوصّل الرسالة بتاعتي الناس هيكون في ثقة بيني وبينهم على طول. تالت حاجة حدد الميزة اللي تخلّيك مختلف، زي ما اتفقنا، اسأل نفسك أنا مختلف عن المنافسين في إيه؟ ممكن السعر، ممكن خدمة أسرع، ممكن الجودة، مثلًا مطاعم بيقول لك أنا الأكل عندي بيوصل في 15 دقيقة، زي ما اتفقنا إن دي هتكون ميزة. أعرف الجمهور المستهدف ودي أهم حاجة. أنا دلوقتي مصور photographer فأنا من الناس اللي باستهدفهم الناس اللي هتبدأ في خطوبة أو الناس هتبدأ عندها فرح، فأنا ده الفئة اللي أنا مستهدفها، أنا دلوقتي يعني هاعمل حاجة للأمهات في البيت، حاجة في المطبخ، فأنا هاستهدف الإيه، الأمهات أكيد مش هاستهدف الشباب اللي هم من سن 18 ل25 سنة، لأ أنا عايز الأمهات اللي ما بعد ال25 و26 و27 سنة، لو أنا عايز أبيع تيشيرت شبابي مثلًا يبقى الجمهور الأساسي من 18 ل30 وممكن من 18 ل25 لو التيشيرت فيه بعض الprint اللي هو مش هتناسب الناس الكبيرة، اللي هو لأ أنا مش شايف إن أنا ممكن ألبس print معين على التيشيرت دوّة، فإحنا لازمًا نعرف الجمهور بتاعنا وهنخاطب مين وفين وفي أنهي منصة كمان. طريق قنوات إحنا لسه باقولها حالًا، أنا دلوقتي الناس دي بتقعد فين؟ يعني أنا شايف مثلًا إن أمهات بيقعدوا مثلًا بيعملوا scroll على الفيسبوك أكتر مكان موجود فيه ناس يعني مثلًا كأمهات أنا في أدوات المثالية الفيسبوك، مثلًا أنا عايز أعمل حاجة على الإنستجرام، الإنستجرام بيقدم لك quality عميل أحسن من الفيسبوك والتيك توك، إن quality العميل دوّة مثلًا بيحب الحاجة الpremium بيحب الحاجة اللي شكلها حلو، على عكس مثلًا فيسبوك، الفيسبوك مثلًا أنت بتشوف أحسن صور في الدنيا أول ما بييجي لك المنتج بيبقى زبالة، تمام، عشان الفيسبوك أصلًا الفئة اللي موجودة بتحب الرخيص، ومش كلّهم، أنت برضه فيسبوك فيه فئة عالية جدًا، بس الفكرة كلّها أنا باعمل فئة معيّنة مش مهتمة بالجودة ولا الquality أنا عايز السعر رخيص، ده بنسبة تسليماتك بتبقى 20 30% عامةً، يعني مثلًا لو الجمهور عندي عائلات هيبقى فيسبوك، لو جمهور مثلًا شركات يبقى LinkedIn، يعني أنا محتاج الناس الموظفين هاكون على LinkedIn أكتر حاجة، ما تركّزش في كل حاجة مرّة واحدة، اختار حاجة واحدة بس، أنا بابيع منتجات وأدوات منزلية هابدأ على الفيسبوك، مش هابدأ على التيك توك مع بعض ولا الإنستجرام مع بعض، ممكن آخدها step ورا step. حُط خطة محتوى واضحة، لازم تبقى كل يوم هتصحى هتعرف أنا هاعمل إيه لمدة أسبوع أقل حاجة، يعني تكتب لنفسك كل يوم أو كل أسبوع هتنزّل إيه، يعني يوم الإتنين هاعمل عرض جديد، يوم الأربع هاعمل فيديو تجربة عميل، يوم الجمعة هاعمل بوست نصايح، لازم أنا أعمل أسبوعي، شهري، الوقت اللي أنا فاضي فيه، بس أنا مش كل يوم هاصحى أنا أقول أنا هاعمل إيه، لأ أنا أبقى عارف من اليوم اللي قبله على الأقل. حدد ميزانية للإعلانات، بُص الإعلانات ديّة أنت ممكن تحدد ميزانية بسيطة. ممكن تدفع 100 جنيه للفيسبوك أو 200 جنيه دلوقتي للفيسبوك وتقول له أنا عايز أعمل إعلان الناس بُص يعني هو حرفيًا ده الإعلان الفيسبوك، أنت بتقول له أنا عايز الناس تتفاعل مع البوست بتاعي أو الناس تبعت لي رسالة، هيقول لك أنت عايز تعمل إعلان بكام؟ أنا هاعمله ب200 جنيه، طب أنت عايز الإعلان بتاعك مين اللي يشوفه؟ هتختار يا مصر كلها يا تختار مدن معينة اللي تشوف الإعلان، أنا عايز دلوقتي مين اللي يشوف الإعلان بتاعي؟ أنا عايز يشوف الإعلان بتاعي من سن 18 سنة لسن 25 سنة عشان أنا باعمل بيه تيشيرت، طب أنت عايز يعني شباب وبنات؟ عايز شباب وبنات ما فيش مشكلة، طب أنت الإعلان بتاعك دوّة هتخاطب بمين؟ أنا دلوقتي باخاطب بيه أي حد عمل سيرش على كلمة تيشيرت في الاهتمامات، خلاص أنا كده عملت كل حاجة تمام، أبدأ أنزّل المحتوى، أنا المحتوى بتاعي مثلًا أنا عندي محل، المحل بتاعي دوّة صوّرت فيه التيشيرت بشكل حلو وكويس وعملت فيديو، فيقول لك طب ماشي ادّيني الفيديو دوّة وأنا هاعمل لك تحت call to action اللي هو إيه، إرسال رسالة، وبدأت تعمل فوق مثلًا إن في خصم 50 جنيه على أول مثلًا 100 عميل، الشحن مجاني، عملت ميزة، وبدأت أعمل الإعلان بتاعي دوّة، هل الإعلان بتاعي دوّة هيفشل؟ مستحيل يفشل. مش عشان أنا قُلت لك أنت تعمله إزاي، بس عشان أنت جرّبت الإعلان دوّة مثلًا جاب لك quality ناس بتسأل بس وما بتشتريش، هتفهم بعد كده ليه الناس ما بتشتريش، جاب لك quality ناس قالت لك لأ السعر بتاعك غالي، هتعرف إن السعر بتاعك غالي، جات لك ناس اشترت وحقق مبيعات وكله تمام، هتعرف إزاي بقى تعمل ويب سايت وإزاي تعمل إعلان اللي هو يخش على الويب سايت وتعلّي الpremium بتاعتك وتعلّي quality العميل بتاعك، أنت لازمًا تبدأ، لازمًا تجرّب، يعني ال200 جنيه شايف إن أنت مش الموضوع مش هيكون صعب ولا مستحيل إن أنت تبدأ بيها في البداية، تبدأ
أنت لو شُفت فيديو على اليوتيوب إزاي تعمل إعلان على الفيسبوك، هتعمله بعد ساعة، لو قلدت نفس الحاجة. بعد كده هتعرف بقى مين الناس اللي اشترت منك، بعد كده هتلاقي الفيديو بتاعك مثلًا جاب مشاهدات كتير، تاخد الناس اللي الفيديو دوّة تتارجتها بقى في إعلان تاني كذا، وهتبدأ تخش في الدوامة دي. أنا مش باقول لك أنت تتعلم بقى الdigital marketing كلها، أنت عندك محل ممكن تعمل إعلانات دي لنفسك، أنت محتاج دلوقتي إعلانات بسيطة، ومع الوقت أنت هتتعلم وهتزود نفسك. نتابع النتايج. أنا عملت الإعلان برضه نشوف نتكلم برضه على الإعلان. عملت الإعلان والنتايج ما كانتش أحسن حاجة، بس أنا والله عشان الإعلان ما كانش أحسن حاجة لقيت إن أنا حاطط السن بتاعي من 18 ل25 سنة وأنا بابيع أدوات منزلية. طب إيه ده؟ ما حدش مهتم بالحاجة بتاعتي. أنا عرفت بقى إن الأدوات المنزلية مثلًا اللي هو مثلًا يعني البنات اللي بدأت تتجوز مثلًا قريب، فمحتاجة الحاجات اللي زي كده، الأمهات اللي بدأت الحاجات الترندي، فالناس دي بتبدأ من سن كام؟ من 25، 26، 27 لغاية 45 سنة، لغاية كمان 50 سنة. فالفكرة أنا عملت استهداف غلط، فأنا لمّا تابعت النتايج حسّنتها، فجأة الإعلان بتاعي دلوقتي اللي خسّرني فجأة اتحوّل إن إعلان كسّبني. يبقى الخلاصة الاستراتيجية مش حاجة معقّدة، هي حاجة بسيطة جدًا، هي خطوات منظّمة. أنا دلوقتي هنجيب الخلاصة، هنجيب من الآخر أقول لك تعمل إيه. هتحدد هدفك أيًا كان المثال دوّة مش هناخد بالنا بيه، مش هناخد بيه، بس هنحدد هدفنا. تاني حاجة تكتب رسالتك، أنا باساعد مين وبإيه، تمام، أنا باساعد مين وبإيه، أعرف ميزتك، الميزة بتاعتك إيه اللي بيخلّيك مختلف عن غيرك، حدد الجمهور مين اللي هيشتري منك ومين اللي مش هيشتري منك، والجمهور بتاعي هيكون موجود فين، اختار القنوات زي الفيسبوك، الإنستجرام، تيك توك، أعرف كل واحد موجود فين، الجمهور اللي أنا عايز أخاطبه موجود فين، خطة محتوى زي ما اتفقنا هنعمل محتوى كامل، أسبوع كامل، شهر كامل، بس أهم حاجة نصحى كل يوم عارفين إحنا هنعمل إيه، تجرب إعلانات صغيرة بمبلغ بسيط زي ما اتفقنا، آخر حاجة نتابع النتايج ونعدل عليها. أهم حاجة دلوقتي هنستعين بالذكاء الاصطناعي في إيه؟ دلوقتي محتاج أكتب محتوى عن منتج معين، فأنا دلوقتي في شوية أفكار في دماغي، أنا مش هاخش للAI ChatGPT أو أيًا كان أقول له اكتب لي المحتوى ده، لأ، أنا عندي فكرة، طب أنا الحاجة دي هتحل مشاكل إيه؟ هاكتبها في ورقة، أخش أكتب المميزات بتاعتي في ورقة والعيوب بتاعتي مش هاقول في عيوب، بس هاكتب المميزات بتاعتها دلوقتي والناس تشتري ليه، أخش على ChatGPT مثلًا أقول له بُص إحنا دلوقتي هنعمل بوست معين، فأنا عاوز الناس يكون مناسب للSEO عشان لو حد بقى عمل search مثلًا بالحاجة اللي أنت عاوزها. تاني حاجة عايزه يكون في hook إن يسحب الناس، اللي هو أول ما تشوف الكلام دوّة تيجي لي، اعمل call to action ابعت دلوقتي عشان تاخد الخصم، ابعت هكذا. أنا باستعين بيه مش باخلّيه هو يعمل لي كل حاجة، أنا لمّا باستعين بيه هو أنا بادّي له الأفكار وهو بيحسّنها معايا، على عكس اللي أقول لأ يعني بُص أنا هابيع دلوقتي مثلًا طاسة، فأنا الطاسة ديّة عايزك تكتب لي عنها بوست، هاكتب لك بوست، بس أنت لازمًا يكون الفكرة نابعة منّك عشان هو يساعدك وتطلّع أحسن حاجة. بس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك باقي الكورس. والدرس التالت ازاي تعرف البراند بتاعك موجود ازاي وموجود فين ويعني عامة البراند بتاعك هيكون موجود ازاي في أي منصة. وعايز أفكرك احنا شارحين كل التفاصيل كورس ديجيتال ماركتينج من الصفر لحد دلوقتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.